الفيديو المنتظر مواعيد عرض كل المسلسلات التركية اللي هتكون موجودة معانا في الموسم الشتوي الجديد، واللي عددهم تخطى 30 مسلسل. عشان تعرفوا كل مواعيد المسلسلات تابعوا معايا الفيديو للآخر. قبل ما ابدا واقول لكم مواعيد المسلسلات هي ايه، ما تنسوش انا عملت لكم 4 فيديوهات عن المسلسلات دي، مين هم الابطال والقصه بتاعه المسلسل، وكان حاجات تفصيليه اكتر عن المسلسل. هحط لكم لينك الفيديوهات دي، روحوا واتفرجوا عليها علشان تعرفوا وتختاروا ايه هو المسلسل اللي انتوا هتتفرجوا عليه، وايه القصه اللي هتعجبكم من ضمن القصص بتاعه المسلسلات دي. اما بخصوص بقى مواعيد عرض المسلسلات، فاول مسلسل معانا تم عرضه كان مسلسل عيناكي كالبحر الاسود، اللي هو بطوله خالد أوزجرساري، وكمان بتشاركوا البطولة أوزجي ياجز، واللي تم عرضه على قناة ETV يوم الثلاث اللي فات يوم 2 سبتمبر، وهيتم عرضه كل يوم 3 من الأسبوع، يعني الساعة 8 على القناة دي. أما تاني مسلسلات تم عرضها هو مسلسل دين الروح، اللي تم عرضه يوم 6 سبتمبر، وتم عرض أولى حلقات الموسم الثاني اللي هي الحلقة رقم 23 على قناة ETV. والمسلسل ده هو بطولة بولنت إنال، وكمان بتشاركوا البطولة إبرو أسكان. وفي نفس اليوم برضو تم عرض مسلسل جبل القلب في الموسم السادس بتاعه، وتم عرض الحلقة رقم 183. والمسلسل ده ليه شعبية وجمهور كبير جدا، ومحقق ريت لحد دلوقتي ثابت على موقفه يعني، وليه جمهور فعلا واقف في ظهره. المسلسل ده هو بطولة بركة أتان، وكمان بتشاركوا البطولة ميل ستيفنز، وكمان بيتم عرضه على قناة TRT بير. أما يوم 7 سبتمبر فتم عرض أولى حلقات مسلسل الخفقان، والمسلسل ده تم عرضه على قناة ستار، وهو بطولة الممثل كارن بورسن، وكمان بتشاركوا البطولة ليزجي جومارت ودينيز تشاكر، وكمان سيبال تاشي أوغلو. المسلسل ده حقق صدى حلو جدا من أول حلقة ليه. يا ترى انتوا كمان اتفرجتوا عليه ولا لا؟ اكتبوا لي رأيكم عنه في الكومنتات. أما يوم 9 سبتمبر يوم الثلاث هيتم عرض أولى حلقة المسلسل ده، هيتم عرض أولى حلقات الموسم الثاني ليه، واللي هي هتكون الحلقة رقم 17. والمسلسل ده هو بطولة خالد إرجنش، وكمان بيشاركوا البطولة جوكشي بهدير اللي انضمت معانا في الموسم ده، ومن قبل كده كمان كانت بتشاركوا أصليهان جوربز وكمان ميرفي ديزدور. المسلسل ده هو فيه أمراض نفسية كتير جدا، والإعلان بتاعه لما نزل تحس كده الشخصية النرجسية لكنان هتبدأ تظهر أكتر في الموسم الثاني كمان. يا ترى مين فيكم بيتابع المسلسل ده؟ أما يوم 10 سبتمبر فهو عرض أولى حلقات المسلسل المنتظر، وهو مسلسل المشردين الموسم الثاني، وهيتم عرض الحلقة رقم 29. والمسلسل ده بيتم عرضه على قناة ستار. والمسلسل ده هو بطولة هزال سوباشي، وكمان بيشاركها البطولة براك بركاي. عايزة أقول لكم إن أنا عملت توقعات للموسم الثاني للمسلسل ده، اللي عايز يشوف هو فيديو التوقعات وإيه الحاجات اللي قلتها فيه، خصوصا كمان لما الإعلانات نزلت اتأكدت إن أنا توقعاتي صح، والتسريبات اللي كنت جايباها كانت موثوقة. هحط لكم لينك الفيديو هنا، روحوا بسرعة واتفرجوا عليه. أما يوم 11 سبتمبر فهينزل مسلسل منتظر من وقت كبير جدا، وهو مسلسل ولي العهد. المسلسل ده هيتم عرضه على قناة شو تي في، والمسلسل ده هو بطولة أكين أكينوز، وكمان بتشاركوا البطولة سيرا أرتورك. وبالنسبة لي أكتر حد متحمسة له للمسلسل ده هو أركان كوليتشاك. المسلسل ده هو داخل فيه مافيا وأكشن وحاجات لذيذة كده، وخلاص أولى الحلقات بتاعته هتتعرض أيام الخميس، وأول حلقة ليه يوم 11 سبتمبر. أما يوم 12 سبتمبر ففي 3 مسلسلات هيبدأ عرضها في اليوم ده. أول مسلسل فيهم هو مسلسل شراب التوت البري، هيبدأ عرض الموسم الرابع بتاعه وأولى حلقات الموسم الرابع، يعني هيتم عرض الحلقة رقم 104 على قناة شو تي في. والمسلسل ده هو بطولة باريش كليتش، وكمان بتشاركوا البطولة إفريم ألاسيا وكمان سيلا تورك أوغلو. المسلسل ده برضو كنت عملت لكم توقعات للموسم الرابع ليه، هنزل لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه، وما تنسوش انتوا كمان تكتبوا لي التوقعات بتاعتكم. اما تاني مسلسل هيتم عرضه يوم 12 سبتمبر هو مسلسل الأزقة الخلفية الموسم ال20 على قناة دي، وهيتم عرض الحلقة رقم 718. والمسلسل ده هو بطولة زفر أرجن. اما تالت مسلسل هو مسلسل حب ودموع، والمسلسل ده لسه جديد معانا في الموسم ده، اللي هو بطولة باريش أردوتش، وكمان بتشاركوا البطولة هاندا أرتشل. المسلسل ده هو اصلا مقتبس من مسلسل كوري، وهيتم عرضه على قناة ETV. مين متحمس للمسلسل ده يكتب لي في الكومنتات، واوعوا تقولوا لي ان انتوا لسه لحد دلوقتي ما عملتوش اشتراك في القناة، ولا فعلتوا زرار الجرس، ولا حتى عملتوا لايك للفيديو. اعملوا اي حاجة، كل الكلام ده ببلاش. شجعوني عشان دايما اجيب لكم الاخبار اللي انتوا بتحبوها.
أما يوم 14 سبتمبر فأخيرا مسلسل المنظمة الموسم السادس هيتم عرضه في اليوم ده، والمسلسل ده هو أصلا من أفضل المسلسلات بتاعة الأكشن بالنسبة لي واللي بتابعها حاليا، وزي ما قلت هو الموسم السادس ليه وهيتم عرض الحلقة رقم 149. والمسلسل ده هو بيتم عرضه على قناة TRT بير، وبطولة المسلسل هنا هو بطولة تولجا ساريتاش، وكمان دخلت بقى تشاركوا البطولة بعد ما أيبوكي اتطردت اللي لسه متكلمة عنها في الفيديو اللي فات، هتبقى شاركته بقى في البطولة ربيعة سويترك. وكمان برضو ما اقدرش انسى البطل المفضل عندي برضو في المسلسل ده وهو يونس إمرا. أما يوم 15 سبتمبر وهو يوم منتظر جدا لعشاق مسلسل المدينة البعيدة، وهيتم عرض أولى حلقات الموسم الثاني، يعني عرض الحلقة رقم 29 على قناة دي. والمسلسل ده هو بطولة أوزان أكابابا، وكمان بتشاركوا البطولة سينام أونسال، ومش محتاجين نتكلم عليه، الريت بتاعه يعني بيتكلم عليه من الموسم الأول لحد دلوقتي. ويا ترى تتوقعوا إن الريت بتاعه هيفضل مستمر بالعلو ده في الموسم الثاني ولا إيه اللي هيحصل؟ أما بقى تاني مسلسل هيتعرض معاه في نفس اليوم هو مسلسل أطفال جنة، والمسلسل ده هيتم عرضه على قناة TRT بير، وهو بطولة الممثل إسماعيل حجي أوغلو، وكمان بتشاركوا البطولة أوزوكايا. المسلسل ده برضو أنا متحمسة له جدا، لكن خايفة إن هو موجود مع المدينة البعيدة في نفس اليوم. يا ترى إيه توقعاتكم؟ اكتبولي في الكومنتات. أما يوم 16 سبتمبر فهيرجع لنا بقى الموسم الثالث لمسلسل محمد الفاتح، وهيتم عرض الحلقة رقم 49 من المسلسل ده. المسلسل ده هو تاريخي حلو جدا، وبيتم عرضه على قناة TRT بير، وبطولة المسلسل هنا هو بطولة الممثل سركاية شاي أوغلو. مين بيتابع المسلسل ده؟ أما يوم 17 سبتمبر فالمسلسل المنتظر التاني وهو مسلسل حلم أشرف هيتم عرضه على قناة دي أولى حلقات الموسم التاني بتاعه، يعني هيتم عرض الحلقة رقم 14. المسلسل ده محقق نجاح كبير جدا في الموسم الأول بتاعه، وهو بطولة الممثل شطاي أولسوي، وكمان بتشاركوا البطولة ديمت أوزدمير. وعشان تعرفوا ايه هي أحداث المسلسل بتاع الموسم التاني برضو عملت لكم عنها فيديو حلو جدا، وبعد ما الإعلان نزل التوقعات بتاعتي برضو طلعت صحيحة. هحط لكم لينك الفيديو هنا، روحوا واتفرجوا عليه، ما تفوتوش بصراحة الفيديو ده لأنه كان مميز جدا. وكمان في نفس اليوم برضو هيتم عرض مسلسل الأصفاد المخملية اللي هو يوم 17 سبتمبر، وده طبعا مسلسل جديد انضم معانا في الموسم الشتوي الجديد. والمسلسل ده هيتم عرضه على قناة شو تي في، وأبطال المسلسل هنا هو الممثل أوغر جونش، وكمان بتشاركوا البطولة إحسان إيروغلو. مين اللي هيتابع المسلسل الجديد ده؟ اكتبولي في الكومنتات. اما بخصوص باقي المسلسلات بتاعه الموسم زي مسلسل السلطان أورهان اللي هو بطوله مارتي يزجي أوغلو، وكمان بتشاركوا البطوله الممثله المغربيه محاسن المرابط، المفروض ان المسلسل ده خلاص بدأوا التصوير بتاعه، وميعاد عرضه هيتأخر شويه وهيكون في شهر أكتوبر. اما بقى مسلسل المحتلون اللي هو بطوله براك دينيز وكمان هلال ألتنبلك، فالمسلسل ده ميعاد التصوير بتاعه هيكون يوم 15 سبتمبر، وميعاد عرض اولى الحلقات بتاعته هتكون يوم 26 أكتوبر. وبالنسبة لمسلسل حبات اللؤلؤ فللأسف الموسم الثالث بتاعه اتأجل، وهيبدأ ان هو يتعرض في شهر يناير. هيكون برضو معاه المسلسل الجديد بتاع ألينا بوز وكمان إبراهيم تشيليكول اللي هو المسلسل الطبيب بنياديك اللي متاخد من النسخة الإيطالية، وبرضو عرض المسلسل ده هيكون في يناير. أما بخصوص مسلسل ذنوب وخطايا بطولة مراد يلدرم وجيمري بايسال فمتوقع ان عرض المسلسل ده يكون في نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر. وبالنسبة لمسلسل الأراضي الخصبة بطولة إنجن أكيورك وجلسم علي فخلاص بدأوا التصوير بتاعه، ومتوقع برضو ان هو يتم عرضه في أول أكتوبر أو نهاية سبتمبر. يا ترى بقى ايه من ضمن المسلسلات الكتير اللي أنا قلتها دي ومواعيدها انتوا هتتفرجوا عليه؟ عايزة أعرف رأيكم ايه في الكومنتات، وايه هو المسلسل اللي انتوا حابين ان انا اعمل عنه تقييم لما ينزل وان انا اتابعه معاكم عشان اعمل لكم مراجعة ليه. يا ريت تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، لان بصراحة المسلسلات كتير جدا والواحد محتار ومش عارف هيختار منها ايه عشان يبدأ ان هو يتفرج عليه. وعشان تعرفوا ايه هي اكتر مسلسلات مفضلة عندي روحوا للفيديو ده، وعشان تعرفوا المسلسلات اللي حققت نسبة مشاهدة عالية روحوا للفيديو ده. سلام.